ازيكم؟ انا حابب اقول لكم ان انا لما فكرت اعمل فيديوهات، انا ما كانش في بالي ان انا اعمل فيديوهات كتير. انا كان في تقريبا 4 أو 5 مسائل مهمة انا كان نفسي اتكلم فيها، وحاسس بالذنب ان انا ما اتكلمش فيها. فانا كانت الفكرة ان انا هعمل 4 5 فيديوهات وخلاص، واقول فيهم الكلمتين اللي يخلصوا ضميري، ومش محتاج بقى اعمل فيديوهات تانية، مش الامور مش مستاهلة. بس للأسف كل ما اجي اعمل الفيديوهات المهمة اللي انا مركز عليها، ما بتلاقيش عندي طاقة كفاية ان انا اتكلم فيها. فبخش على مواضيع فرعية، يعني ايه، بسلة كده، بمهد نفسي ان انا اخش على الفيديوهات اللي انا نفسي اتكلم فيها. النهاردة هتكلم في واحد من الموضوعات المهمة اللي كانت شغلاني، الا وهو الختان. الختان ده اسوأ حاجة البشرية اخترعتها، وتقريبا مش البشرية كلها، تقريبا احنا بس الشعب المصري، وربما شوية من السودان شوية، يعني بس التركيز كله على الشعب المصري. ازاي يقدر بني ادم سوي او ام سوية تاخد بنتها، اعز حد عندها، فلذة كبدها، وتاخدها لواحد قذر، واحد مش متربي، واحد مريض نفسي اسمه دكتور، معاه شهادة بتقول انه دكتور، وشهادة الدكتور ما تمنعش انه يكون انسان قذر. احترامنا لكل الاطباء، بس الطبيب اللي بيعمل حاجة زي كده هو شخص قذر، انه يسمح لنفسه يكشف بنت في سن 12 14 سنة او كده، ويحتك ويتحرش بيها او يلمس اعضائها. ده شيء قذر، مفيش داعي لكده، وهو دارس وعارف ان مفيش داعي لكده، فبيعملها بدافع الفلوس وبدافع انه شخص قذر، عايز يشوف حاجة المفروض هو ما يشوفهاش، او يلمس حاجة المفروض هو ما يلمسهاش. وهو شخص قذر، مش هنعتب عليه. انت كأب او انت كأم تاخدي بنتك وتروحي لشخص غريب، والبنت عمرها ما اتكشفت على حد في حياتها، تقوم تنكشف على واحد زي ده ويشوف اعضائها ويقول يا ايوه تستاهل، ويلا نقطع لها حته من اعضائها. تاخدي بنتك لراجل يقطع حته من جسمها عشان ايه؟ عشان ايه السبب؟ ايه المنطق؟ مفيش اي سبب. انت بتعملي كده ببلاش، بتاخدي بنتك تحطها في الموقف ده وتجيبي لها تروما وتجيبي لها عقده نفسيه ببلاش. اللي انت بتعمليه ده ما بيغيرش حاجه. البنت لو كان عندها مشكله في سلوكها، فالمشكله في المخ، فانت المفروض تقطعي رقبتها وتستريحي. انما ما بتقطعي حاجه زي كده ما بتغيرش حاجه. ينفع عشان تحافظي على ابنك ما يعملش حاجه غلط نقطع له العضو التناسلي بتاعه؟ هي نفس الفكره. لو العضو كبير شويه هل نقطعوه عشان الواد ما ينحرفش؟ بالمناسبه انت بتقطعي عند البنت ما يعادل العضو الذكري عند الراجل. البذر ده اصلا بالمناسبه كان عضو زي العضو الذكري، يعني كلنا في الاجنه كلنا بيبقى عندنا العضو الذكري ده، ستات ورجاله. عند البنت لما بيبقى الجنين بنت بتبقى زي ما هي، ما بيزيدش حجم العضو وبيفضل بنفس الحجم الصغير. وعند الراجل بيكبر وبيبقى العضو الذكري المتعارف عليه، وده اهم عضو عند الست من الناحيه الجنسيه. البذر اهم من اي حاجه. اكتر من 90% من الستات بتستمتع وبتوصل للنشوة من البذر، انما المهبل بس حوالي 30% من الستات ممكن توصل للأورجازم عن طريق المهبل. يعني انت بتقطعي لها العضو النشط، العضو الاهم. هتقول لك ما انا عشان كده بقطعه بقى. تقطعيه يعني ايه؟ تقطعيه يعني عشان البنت؟ اقطعي للولد برضو عشان الولد ما ينحرفش، اقطعي له العضو الذكري برضو عشان تحافظ عليه. انحراف البنات ملوش علاقة بالعضو الأنثوي. الانحراف كله بيبقى هرمونات. لو انحراف، يعني لو نسميه انحراف زي ما تقولي، انا بهودك وبمشي معاكي للاخر، بس اصلا كلمه انحراف كلمه لا تليق ان الواحد يقولها على بنتي يعني. بس انا بمشي معاكي للاخر. لو انت خايف على بنتك وخايف على سلوك بنتك، فهي المشكله بيبقى هرموناتها ومخها وتفكيرها، مش الاعضاء الجسديه. فدي جريمه كامله الاركان، وجريمه قذره، والدكتور اللي بيعملها شخص قذر زي ما قلنا. ايه عيوب الفعل ده؟ الفعل ده كله عيوب اصلا، يعني من اوله لاخر. انك تاخد بنتك لواحد يقطع لها حته من جسمها، دي اصلا مش مستاهله نتكلم في عيوب اصلا. يعني انت مستنيين اقول لك دي حاجه مضره وبتاع عشان ما تاخدش بنتك تقطع لها؟ يعني مش منطق. بس على كل هنتكلم. انت لما بتقطع البذر ده، الست بتفقد جزء كبير من الحاجه اللي بتساعدها ان هي تشعر بالسعاده.
واللي بالتالي بتخلي جوزها يستمتع معاها في العلاقة. هيجي واحد دلوقتي يقول لي طب مراتي بقى متختنة، معناته بقى حياتي بايظة وده السبب وبتاع، ما اروح اتجوز لي بقى واحدة مش متختنة ونخرب على الناس دلوقتي. لا يا عم الحاج، مراتك لسه بخيرها برضه، لسه الدنيا ماشيه يعني. ما تستعجلش عشان تجيب سبب عشان تقول لما اروح اتجوز ولا اطلق ولا كلام من ده. اهدى مش هيبقى انت والزمن عليه. انا مش لاقي مثال واضح اشرح بيه ايه اللي بيحصل للبنت لما بتتختن، فانا اخترعت مثال كده فسامحوني للتشبيه، ما حدش يزايد علينا ارجوكم، احنا بنحاول نوضح الفكره. عارفين البوتاجاز اللي هو اللي بيعمل ده، اللي بتولع، اللي بيعمل تك 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 الشرز ده ويولع البتاع ده؟ في البوتاجازات القديمه اللي انا فاكرها، انا مش معرفش ايه الوضع دلوقتي، كان ساعات الراس دي بتتكسر او بتقع بتختفي. فانت لما بتيجي تولع البوتاجاز بتعمل ايه؟ يا اما تجيب فوطه بقى وتمسك جامد عشان تولع، او بتجيب كماشه، تبقى الكماشه جنب البوتاجاز كده، كل العين دي كل ما تحتاجها تجيب الكماشه او البنزه وتولع بيها البوتاجاز. بس العيون التانية تعمل كده تشتغل، لان خلاص الراس موجوده اللي بتسهل انك تولع وتطفي. انما دي محتاجه يا اما واحد جامد او واحده جامده، او يبقى في بنزه، او بتحط لها سلكه او اي حاجه عشان تساعد انك تفتح وتقفل. فلما بتختن بنت ده بيساوي انك تشيل الراس دي. فكل مره عايز تولع البوتاجاز او عايز تثير الست وتدخلها في مود العلاقه بتحتاج مجهود اكتر. شلت انت الحاجه اللي بتساعد انك توصل الست، تدخلها في المود وتوصلها للأورجازم بطريقة أسهل. فكون إن زوجتك متختنة أو خطيبتك وإنت لسه ما اتجوزتش وتفكر دلوقتي طب ما لو متختنة بلاش منها لا، هو الموضوع بس هيحتاج منك شوية شغل زيادة، وإنت يعني راجل وقدها يعني، والبنت حلوة يعني، هتسيب المزة دي الجامدة والبنت اللطيفة واللذيذة دي عشان إن إنت مكسل تولع البوتاجاز بشوية؟ عيب عليك يعني. ده هي البنت المزه دي حتى لو من غير اي حاجه اصلا الواحد يتجوزها، تيجي انت تقول لي مش عايز حاجه على الجاهز كده تاكل البوتاجاز يولع؟ لا يا راجل عيب عليك. والاخ التاني اللي مراته متختنه ده مش نهايه العالم ولا حاجه، ده معناته ان انت محتاج تستخدم رجولتك اكتر وتبذل مجهود اكتر عشان تحل المشكله البسيطه دي اللي هي ان البوتاجاز من غير اوكي. سمعاني بقى يا ست الكل يا ام البنت، احنا بنحاول نحل المشكلة اللي انت عملتيها بدون اي سبب. وفي ست فاضلة كلمتني وبعتت لي بتقول لي انا ختنت بنت وما ختنت ولسه هختن التانية، ايه رأيك؟ انا طبعا شاكر انك تثق فيا انك تسأليني على حاجة زي كده، وارجوكي بلاش تختني بنتك. واتمنى لو حد يقدر يكتب في التعليقات، انا عارف الناس اللي بتعلق بيجي لها ناس سخيفه بتعلق عليها شباب سخيف وحاجات سخيفه، بس انتوا رجاله برضو تقدروا تصدوا، يعني انتوا ستات جدعان وتقدروا تردوا على التعليقات السخيفه وتسمعوهم كلمتين في جنابهم وتعملوا لهم بلوك. انا الحقيقه بالمناسبه يعني مش عايز اتدخل في الحاجات دي، ان انا اخش في التعليقات اشتم راجل عشان دخل يكلم ست وكلام من ده. عايز الستات بقى تجمد كده وتخشان كده وترد على الناس وتاخد حقها بايديها، مش كل مره تستنى حد يجيب لها حقها. فارجوكي لو علقتي وحد سخيف علق عليكي اديله كلمتين في جنابه واعملوا له بلوك. فانا بطلب منكم قولوا في التعليقات للست اللي عايزه تروح تختم بنتها، حاولوا تقنعوها او قولوا رايكم عشان نمنعها وننقذ البنت من الموضوع ده، وننقذ كل بنت امها ممكن تشوف رساله او ابوها ممكن يشوف الكومنتات. شكرا لكم واتمنى لكم حياة سعيدة بعيد عن التخلف والجهل والحاجات اللي بتضر بحياتنا دي.